اختراعات لولاها كانت البشر هتزعل قوي قوي. الجزء الثاني، اختراع الكهرباء. بس الأول، هي إيه أصلاً الكهرباء؟ هي عبارة عن طاقة موجودة في جسيمات من غير ذرة زي الإلكترونات والبروتونات، وبتتكون من شحنتين موجبة وسالبة. وتم اكتشاف الكهرباء من وقت لما الناس لاحظوا البرق في السماء. وسنة 1600 الطبيب الإنجليزي ويليام جابلبرت مهد الطريق بدراسة دقيقة حوالين الكهرباء، وبعده بنجامين فرانكلين، والاتنين باعوا كل ما يملكوا لتمويل أبحاثهم. ما كانوش يعرفوا إن إحنا برضو هنبيع كل ما نملك عشان ندفع فاتورة التكييف. وفي سنة 1800 اخترع العالم أليساندرو فولتا أول بطارية كهربائية. وتوالت بقى الاختراعات لحد ما وصلنا للكهرباء الحديثة. هوب تدوس على الكوبس، هوب الدنيا تنور. التليفون من أهم الاختراعات اللي بنستعملها في حياتنا اليومية. هل في شخص دلوقتي يقدر يعيش من غير تليفون؟ أكيد لأ، كل حياتنا بقت ماشية بالتليفون. التليفون في بدايته عبارة عن آلة بتنقل الصوت من مكان لمكان تاني. دلوقتي ممكن ينقلك أنت شخصيا من مكان لمكان تاني. وفي بدايته كان بيتكون من سماعة وميكروفون. وتم اختراع التليفون على إيد ألكسندر جراهام بيل، والكلام ده كان سنة 1876. وعلى فكرة من حوالي 20 ل 25 سنة كده الكونجرس الأمريكي اعترف رسميا بأن المخترع الحقيقي للتليفون هو الإيطالي أنطونيو ميوشي، وده بعد 113 سنة من وفاته. بعد إيه بقى؟ ده الراجل مات بحسرته وحرارته اتقطعت. الإنترنت نظام عالمي من شبكات الكمبيوتر المترابطة اللي بيستخدمها مليارات في العالم. وفي الستينات من القرن الماضي اتفرغ فريق من علماء الكمبيوتر اللي شغالين في وكالة البحوث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ببناء اتصالات لربط أجهزة الكمبيوتر بشبكة الاتصالات أربانت بتنقل البيانات بدون حاجة لاتصال سلكي مباشر. وبدأ المهندسين يدوروا على طريقة لربط شركة أربانت بشبكة الراديو براينت، والكلام ده في عام 1973، لأن شبكة الراديو بتربط أجهزة الحاسوب في أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية بحيث تكون بديل لإرسال البيانات من خلال خطوط الهاتف. وبكده تقوم الكمبيوترات بنقل المعلومات والبيانات من خلال أجهزة الراديو. والحوار ده خد كده تقريبا حوالي 3 سنين لحد ما قدر المهندسين يربطوا الشبكتين ببعض. وفي سنة 1990 قدر تيم بيرنرز-لي تصميم نظام لتبسيط التجول أو التصفح عبر الإنترنت. ومع مرور الوقت ابتدى النظام ده يبقى معروف باسم شبكة الويب العالمية، وقدر الإنترنت ينتشر ويبقى عبارة عن ترابط عالمي لشبكات الكمبيوتر. وباستخدام شبكة الويب العالمية تم تسهيل التنقل عبر الشبكات الضخمة. تخيل كده معايا من غير الإنترنت حياتك كانت هتبقى عاملة ازاي دلوقتي؟ أكيد ما كنتش هبقى أنا موجودة. تقدر تعمل لي لايك وفولو وشير للفيديو ده.